السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو الجديد. اليوم بغيت نحضر معكم هاد جوج شهيوات هادو. الصراحة الدجاج في الفران، هاد الركيبات تاع الدجاج او الفخيضات تاع الدجاج في الفران الصراحة كيجو رائعين بواحد الشرمولة رائعة ولذيذة. وهنايا عندي السلطة ديال الرز حتى هي غنخليكم مع الفيديو تشوفوا. الصراحة جيت زوينة ورائعة، وهاد الشرموله تاع الروز هي كتجي زوينه ولذيذه. وهاد الدجاج حتى هو واحد الشرموله صراحه كتعطي واحد المذاق رائع. ممكن هكا ديروا الدجاجه مقطعه او ديروا الدجاجه صينه بهاد الشرموله هادي، صراحه كتعطي واحد المذاق للدجاج زوين. المهم خليكم مع الفيديو وبالصحه والراحه. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. هنا عندي كيف ما كتشوفوا هاد الركيبات تاع الدجاج. عندي هنايا 4. الكميه كتبقى على حسب كل واحد شحال بغى يدير تاع الدجاج، وماشي بالضبط يعني ديروا هادو. بالنسبه لهاد الشرموله تقدروا تشرملوا بها الدجاج يعني مقطع او دجاجه صينه، كديروا لها هاد الشرموله هادي وكتدخلوها للفران. صراحه كتجي زوينه ولذيذه. المقادير اللي غنحتاج هما هادو. عندي هنايا الملحه، عندي الكمون، عندي الثومه، شويه تاع الثومه حكاها محكوكه، عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال مطيش الحك، واحد المعلقه كبيره، عندي هنا شويه ديال السكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق. هذه هي اللي غنحتاج. عندي هنا العصير حامض، ممكن دير في بلاصتو الخل. عندي هنايا الزعتر، وعندي اليازير. غادي نحكهم غير هكا بيديا، الصراحه كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الدجاج. الشرموله ديال الدجاج الصراحه كتجي زوينه. وعندي هنايا الصلصه ديال الصوجا. صافي هنايا كنخلط هاد العطريه هادي كيف ما كتشوفوا. هاد غادي نحكو غير بيدي هكا. انا سخنته شويه باش كيتحك. الزعتر وهذا كيعطيو واحد المذاق للدجاج زوين. هنا غندير عصير الحامض، وغندير واحد معلقه صغيره ديال الصلصه ديال الصوجا. الصوجا هذه كتعطيه واحد المذاق زوين، وكيجي حتى اللوين، كيجي واحد اللون زوين. صافي انا غادي نخلط هاد الشرموله هذه. غنزيد شويه تاع زيت الزيتون، نسيت ما ذكرتوش. شويه ديال الزيت، غنجيب هاد المول هذا اللي غندخلو للفران، غنحطهم فيه كيف ما كتشوفوا. كنشرملو هاد الدجاج مزيان، كندخلو العطريه تحت الجلده. هاد الجلده اللي بغيتو تحيدوها ممكن تحيدوها، ولكن مع غيدخل الفران هاد الجلده من الاحسن تبقى. كتجي هكا يجي الشكل ديالها زوين، كتجي هكا محمره. دخلت ليها هاد الشرموله مزيان. صافي كنجيبها كنحطها هنا في هاد القالب اللي غيدخل الفران. صافي وكنمشي هكا بنفس الطريقه، كندهن العطريه غير هكا تحت هاد الجلده باش كيجي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بحال هكا. دابا غادي ندخلهم للفران، ما غندير لهم لا ماء لا حتى شي حاجه، كيجيو محمرين طيبين. غندخلهم للفران وغنرجع معاكم. دابا غادي ندوزو الروز غادي نحتاج ليه. هنا عندي بصله كما كتشوفوا، بصله مقطعاها هكا على هذا الشكل رقيقه، درت معاها شويه تاع الزيت كتشحر مزيان. عاد غنزيد عليها فلفله مقطعه حتى هي. كيف ما كتشوفوا
بحال هكا. بعد ما البصله كتنزل لينا شويه، دابا غادي نزيد عليها فلفله. عندي هنا فلفله خضراء وحمراء. دابا غادي ندير عليها العطريه. هنايا عندي راس معلقه كزار، عندي الملحه، عندي واحد المعلقه صغيره ديال خرقوم عرق، وعندي واحد شويه ديال فلفله حمراء، وشويه ديال التحميره. صافي دابا غنخلط هاد الشيء. غنزيد عليها واحد شويه ديال الماء فين غادي طيب، وباش يبقى لينا فيها شويه ديال المرقه حقاش غنزيدو عليها الرز بحال هكا. دابا غنسد عليها ونخليها حتى كطيب. ودابا بعد ما طابت ليا هاد البصله وفلفله كيف كتشوفوا على هاد الشكل هذا، بعد ما طابت ونزلات بحال هكا صراحه كتشهي. كنخلوها هكا شويه واحد المريقه، كتبقى فيها هكا مريقه حيت غنزيدو عليها الروز بحال هكا. وهنا عندي الروز. الروز الكميه على كل واحد اللي بغى. عندي هنايا الروز كلاصي اللي سلقته مع شويه الزيت وشويه ديال الملحه حتى تسلق، وصفيته وحتى تصفى مزيان وتساقطر كيف كتشوفوا على هذا الشكل. كيولي هكا حبه حبه. صافي غادي نديرو هنا وغنخلطو مع هاد الفلفله وبصله. صراحه واحد السلطه اولا هكا كتكون رائعه، يعني تقدميها مع اي حاجه، مع اي طبق هكا. صافي دابا غادي نخلط هكا مزيان، غادي نخلطو مزيان حتى يتلبس هاد البصله وفلفله. غنديرو هنا في هاد القالب هذا، نديرو هنا باش ياخد الشكل ديال هاد القالب. كتقدموه على الشكل اللي نتوما بغيتو، يعني هكا دائري في داك المول دائري، اولا هكا، اولا غير هكا في شي زليفات صغار. وكديروهم مثلا ديروا زليفه هنا وزليفه هنا وزليفه هنا. الطبسيل اللي غنقدم فيه كنديروا هكا غادي نقلبوا بحال هكا. بحال هكا بهذا الشكل هذا. كنقادر كانت شي جهه هكا منقادات. صافي بحال هذا الشكل هكا.
ديال الوريقات ديال المعدنوس. التزيين كيبقى على حسب كل واحد. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو، ونتمنى تجربوه الصراحه كيجي زوين بالصحه والراحه. كنجيب واحد الطبسيل كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. بعد ما خرجته هو طاب وخرجته من الفران، الصراحه كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي معسل ومحمر وزوين صراحه. واحد الريحه طالعه منه ما نقولش لكم، صراحه كيجي لذيذ، كيجي رائع. الشرموله هذه كتجي زوينه. كنحطوه هكا الصراحه باقي سخون. ما زينتهم غير هكا بشويه ديال المعدنوس. باش ما بغيتو تزينوهم تقدروا تزينوهم، والمهم كيجيو رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم.